ليه بيحصل صراع الهويات مع المهاجرين؟ أنا عندي هوية معينة، ثقافة معينة متأصلة جوايا، ليه لما بخرج وبروح مجتمع جديد ومختلف بيحصل عندي حالة الصراع ده؟ كمعالجة نفسية وبعد اللي شفته في جلسات كتير مع حالات كتير عايشين في بلاد مختلفة بثقافات مختلفة تماما عن البلد اللي هما بيبقوا عايشين فيها، صراع الهوية بيخليني إن أنا بسبب حاجتين، اما ان انا متشبثه جدا بالهويه الاصليه بتاعتي وما عنديش اي استعداد للمرونه تماما، واما ان انا عايزه ارمي هويتي تماما واترمي في حضن الهويه الجديده وانسى تماما ثقافتي ومعتقداتي وافكاري وكل الحاجات اللي انا متعوده عليها. وده بيخلق حاجه اسمها تمزق هويات. تمزق هويات هو حاله الصراع ما بين هويتي الاساسيه وبين الهويه الجديده اللي انا دخلت فيها، فده اللي بيخليني ان انا ممكن اوصل لمرحله من الحزن الشديده جدا، من الوحده الشديده جدا، وده اللي ممكن فعلا يؤدي ان انا يجيلي اعراض ليها علاقه بالاكتئاب او بالقلق. في اللحظه دي العلاج النفسي مش رفاهيه، في اللحظه دي العلاج النفسي هيرشدك وهيرشدك ان انا ازاي اعرف امشي في الطريق الجديد وانا يكون عندي مرونه كبيره جدا تساعدني ان انا ما يبقاش عندي التمزق ده، ان انا ازاي اعرف احافظ على القديم اللي انا جاي بيه، وازاي ان انا يكون عندي المرونه ان انا اتاقلم مع الجديد بالشكل اللي يناسبني واقبل الاخر واخلي الاخر هو كمان يتقبلني ويحترمني.